السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حلقة جديدة من ادوات تمام ولا اي كلام. النهارده جاي اكلمكم عن الكاميرا ال RF4 ال 2K اللي هي موديلها RF 2K DMM. دي كاميرا مع مالتيميتر. تعالوا نبص على جودة الكاميرا كده. تعال هنا يا عبد الرحمن. الكاميرا جودتها 2K وزي ما انتم شايفين الجودة بتاعتها ممتازة جدا، والكاميرا فيها مالتيميتر زي ما انتم شايفين هنا. المالتيميتر بيقيس مقاومة وبيقيس وضع دايود وبيقيس فولت AC ودي سي، وبيقيس كمان وضع الفراد بتاع المكثف. دي كابلات المالتيميتر بتاعتها، هي بتوصل هنا ورا. انا كنت شاريها زي ما قلت لكم علشان استخدمها في الكورس، وانا ما بنصحش اي حد ان هو مدرب، يعني اي مدرب ان هو يجيبها علشان يستخدمها في الكورس بتاعه، بسبب حاجه بسيطه جدا. الكاميرا جودتها كويسه جدا، بس بسبب حاجه صغيره قوي، ان شاشه المالتيميتر بتاعتها صغيره وموجوده في الجنب ده وما بتتحركش. لو كانت الشاشه بتاعت المالتيميتر دي ممكن ان انا اكبرها او اصغرها او ان انا احطها في اي مكان تاني غير المكان ده كنت استخدمتها. الكاميرا دي هي ككاميرا كجودة كويسة، لكن الاستخدام اللي انا عايزه عشانها مش بيأدي الغرض اللي انا محتاجه. انا لما كانت الصورة دي على الشاشة الكبيرة هنا، لقيت ان شاشة المالتيميتر الصغيرة دي الطلبة اللي قاعدة قدامي مش هتبقى شايفاها، وبالتالي كده انا مش مستفيد من الموضوع ده. كمان البروبات بتاعتها مش احسن حاجه، يعني البروبات رفيعه بس مش احسن حاجه. في بروبات كتير دلوقتي موجوده ارفع من السن ده، ويعني للاسف ان لو البروبات دي باظت انا مش عارف اذا هم عاملين لها قطع غيار ولا لا، او تتبدل ازاي، لان البروبات دي مش بتركب في الكاميرا بالطريقه العاديه. لا، ده البروبين جايين في السوكت ده التلاتة ونص ده، والكاميرا فيها وصلة علشان توصل البروبات دي معاها. ف يعني الحاجات دي لو تتظبط فاكيد هيبقى المنتج احسن. حاجة كمان خلي بالكم منها، ان كاميرات RF4 ما بتشتغلش الا على ميكروسكوبات RF4. تعالى كده يا عبد الرحمن. زي ما انتم شايفين الزور بتاع الميكروسكوب ده، العدسة النص اللي هنا دي مع الكاميرا دي بتخليك يا اما تشوف كويس في الشاشة يا اما تشوف في العين بتاعت الميكروسكوب. ما ينفعش الاتنين يبقوا ظابطين مع بعض. دي مشاكل دي مشكلة بتواجه ناس كتير، ان هم يشتروا كاميرا ويلاقوا ان هم شايفين كويس في الميكروسكوب، لكن على الشاشة الصورة مبكسلة او الفوكس بتاعها مش حلو، او لما يظبطوا الصورة على الشاشة الصورة في الميكروسكوب ما تبقاش حلوة. دي بتبقى الكاميرا مش متوافقة مع الميكروسكوب. تعالى كده يا عبد الرحمن. زي ما انتم شايفين هنا الزور بتاع ميكروسكوبات RF4 زور طويل كبير، مش زي اللي في الميكروسكوبات اللي هي موجودة عندي. فكاميرات RF4 ما تركبش غير على ميكروسكوبات RF4 إلا لو لقيت زور أو عدسة نص طويلة عشان تقدر تظبط الفوكس في الكاميرا مع الفوكس في العدسات. هي ككاميرا جودتها زي ما انتم شايفين جودتها ممتازة جدا، تنفع للتصوير الفيديوهات. لو حد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب وعايز يستخدم المالتيميتر مع الكاميرا مع الصورة اللي طالعة من الميكروسكوب، ممتازة جدا. انما هي ككاميرا تصلح للمدربين ولا لا؟ فبصراحة انا يعني بالنسبة لي انا ما نفعتنيش، نظرا لان الشاشة بتاعتي واطية شوية. لو الشاشة كانت اعلى كان ممكن ان الطلبة تشوف الشاشه او السكرين بتاعت المالتيميتر، لكن هي شخصيا ما نفعتنيش. بالنسبه لي انا تحديدا هقول انها اي كلام ومش هستخدمها، لكنها ممكن تكون ممتازه بالنسبه لحد تاني. انا بس حبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان ما تغلطش الغلطه بتاعتي، او تبقى عامل حسابك على مواصفات معينه او على شكل معين او على حاجه زي ما انا كنت متخيل ان انا اقدر اتحكم في كبر وصغر شاشه المالتيميتر واقدر احركها، فده مش ممكن. فانا حبيت ان انا اوعيك بس قبل ما تشتري بالنقطه دي، علشان دي نقطه فاصله بالنسبه لاي حد هيشتري الكاميرا دي. انا بدفع فلوس زياده عشان استفيد بالمالتيميتر مع الكاميرا. دلوقتي انا مش هستفيد بيه، هستخدم الكاميرا بدون مالتيميتر مع ميكروسكوب لاي طالب هنا.
للاسف ما عنديش ميكروسكوب ار اف 4 حاليا، فمضطر ان انا اشتري ميكروسكوب ار اف 4 عشان الكاميرا دي تشتغل عليه. انا كده كده ببدل الميكروسكوبات اللي عندي يعني، فهجيب ميكروسكوب ار اف 4 عشان اقدر استخدم الكاميرا دي عليه. لان الزور ده حتى الان انا ما شفتوش بيتباع، او اللي هو العدسه النص دي لحتى الان انا ما شفتوش بيتباع. لو لقيته يبقى كتر خير الدنيا يعني، هبقى استخدمه على الميكروسكوب الريلايف ده ويمشوا الاثنين مع بعض. فدي حاجات حبيت انبهكم ليها وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو واستمتعتوا بيه. مع السلامه.